بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا ريت قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي كل مرة نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش، مع احترامي للسيد المحترم السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. انت لما قلت الكلمة دي في البداية احنا ضحكنا وهزرنا وقلنا يعني انت بتتريق علينا، بس ما كناش نعرف معنى الكلمة بتاعتك بصراحة. ما كناش نعرف ان فعلا الحاجة اللي تغلى ما نشتريهاش، عشان لو احنا ما اشتريناهاش هتبوظ، هتعفن، هيحصل لها مشاكل، هيجي صاحبها عايز يبيعها، كل ما هتقعد هتزود عليه في المخازن، هتزيد عليه في الايجارات، في الكلام ده كله. اليومين اللي فاتوا طبعا عرفنا ان جميع المحافظات في القاهرة او في جمهورية مصر العربية اغلبيتهم عملوا مقاطعة لتجار الاسماك. يعني اللي عايز ياكل سمك النهاردة قال لك لا انا مش هشتري سمك النهاردة، اطلع استنى يومين ثلاثة عشان خاطر اشوف مشكلة السمك. لذلك اصبح السمك بعد ما كان الكيلو ب 120 وب 150 نزل للنص، بقى ب 50 وب 60 وب 75. اسعار الجمبري جميع انواع الاسماك بحالها تعتبر نزلت النص بالنص، عشان الناس طلعت قالت احنا هنعمل مقاطعة للسمك. طب انتوا ما دام عاملين مقاطعة عن السمك اسبوع وعملنا حملة خلاها تعفن، وجينا قبلها من كام سنة عملنا حملة خليها تصدي. لما عملنا حملة خلاها تصدي العربيات نزلت. دلوقتي العربيات اسعارها محدش عارف لها اساسا السوق ماشي ازاي ولا الدنيا ماشيه ازاي، لان يعني مع احترامي مفيش رقابه. الرقابه 0% معدومه في السوق. لو كان في رقابه ما كانش هيبقى فيه ان احنا اساسا نطلع نقول مقاطعه. مش هنقول مثلا مقاطعه ان احنا نقاطع بقى السكر والزيت والسمنه، لان انا مش هينفع ان انا اطلع اقاطع اساسيات. سكر سمنه زيت دي اساسيات. انت ممكن تحتاج رز لبيتك ما تشتريش الرز، بس محتاج السمنه. ما هو مفيش اكل بيتعمل من غير سمنه، مفيش اكل بيتعمل من غير زيت، مفيش حد ما بيستغناش عن السكر في قلب بيته. التجار اللي محتكرين الحاجات دي بحالها، التجار اللي محتكرين الحاجات دي بحالها. انا راجل مثلا من محافظه كفر الشيخ مدينه سيدي سالم، عندي 3 4 تجار مفيش غير هم اللي في البلد. تروح تسال التاجر على سكر يقول لك ايه، لا ما فيش سكر. اتاكد يشوف انت اللي واقف قدام منه ده مين الاول، ما يمكن حد من التموين مش عارف. لا ده انا ما عنديش سكر، وهو السكر اساسا عنده في مخازنه، والتموين عارف مكانه فين، وده عارف مكانه فين، بس كل اللي بيروح بيقبض. بصوا يا جماعه انا مش خايف من حاجه، التاجر فاجر، وكل التجار عندنا في سيدي سالم كلك حراميه. كل تجار سيدي سالم تما كلك حراميه. خلاف بقى التجار، الدكاتره نفسهم، الدكاتره نفسهم. يعني الدكتور النهارده يقول لك الكشف ب 200 300 جنيه، حشو الدرس اللي كان بيبقى ب 300 400 500 600 جنيه وما يتنطط، وكنا كمان بنقوله غالي. النهارده حشو الدرس يقول لك ب 1000 جنيه وب 1200 جنيه. اصل احنا الحاجات بتيجي من بره غاليه وماشيين على سعر الدولار. طب ما احنا حررنا سعر الصرف وبقى الدولار في البنك اغلى من الدولار بره، والسوق السنه تعتبر واقعه ومفيش اي حاجه خالص، والدنيا تمام وفله وعشرة على 10. انا ليه انا اسف، انا ليه اعمل في نفسي كده؟ انا كمواطن انا اللي بعمل لنفسي، انا اللي بعمل في نفسي كده. لو ينزل يحصل عندي بعد كده رقابه من الضرايب، من التموين، من التأمينات، ينزل كله يلف زي ما كان بيلف الاول، كل ده هلاقيه في نيته، هلاقي الاسعار نزلت، هلاقي كل حاجه تمام، هلاقي ان انا لما يبقى واحد بتاع تموين يروح يكبس على محل، يكبس على محل ويجي يقبض من تحت لتحت، لازم صاحب المحل بعد ما يمشي اللي قبضه من تحت لتحت